يوسف بليلي والترجي التونسي. الخبر الرسمي وصل لكن المفاجأة ليست هنا. رسميا الترجي التونسي يعلن رفع عقوبة الفيفا عن يوسف بليلي وتفعيل عقده، يعني أن بليلي أصبح مؤهلا للعودة إلى الملاعب. في نفس الوقت ماذا عن مولودية الجزائر وتعاقدها مع يوسف بليلي؟ لأن هناك تصريحات سابقة تحدثت عن اتفاق بين يوسف بليلي ومولودية الجزائر، وكان هناك إعلان رسمي من طرف إدارة مولودية الجزائر. وهنا السؤال الذي يشغل جماهير مولودية الجزائر الآن: هل انتهت قصة يوسف بليلي مع مولودية الجزائر؟ تابعوا معنا الفيديو للنهاية لمعرفة كامل تفاصيل ملف عقد يوسف بليلي. مفاجأة من العيار الثقيل: الترجي الرياضي التونسي أعلن اليوم رسميا رفع العقوبة المسلطة على يوسف بليلي وتفعيل العقد الذي سبق له أن أمضاه مع النادي. وبموجب هذا القرار أصبح الدول الجزائري يوسف بليلي مؤهلا للالتحاق بصفوف الترجي والدفاع عن ألوان الفريق. هذا الإعلان أنهى جزءا كبير من حالة الغموض التي رافقت مستقبل يوسف بليلي خلال الأشهر الماضية. وإذا كان الترجي الرياضي التونسي حسم موقفه بهذه الطريقة، فلماذا ما زال اسم مولودية الجزائر حاضرا بقوة؟ قبل إعلان الترجي الرياضي التونسي اليوم، لو نتذكر قليلا، كان ميركاتو مولودية الجزائر يعرف تطورات كبيرة حول يوسف بليلي، بل أن إدارة مولودية الجزائر كانت قد أكدت في وقت سابق توصلها إلى اتفاق مع اللاعب، وربطت إتمام الصفقة برفع العقوبة المفروضة عليه. جماهير مولودية الجزائر تتساءل الآن: هل كان اتفاق مولودية الجزائر مع يوسف بليلي مجرد اتفاق مبدئي، أم أن هناك عقدا رسميا بالوثائق؟ والجميع الآن يتساءل أين سيواصل يوسف بليلي. الترجي يقول أن اللاعب معنا، ومولودية الجزائر تقول أن اللاعب ضمن مشروعنا وانتظرنا رفع العقوبة. يوسف بليلي عاد رسميا إلى الواجهة، العقوبة رفعت والترجي فعل عقد اللاعب. ماذا ستفعل مولودية الجزائر الآن؟ هل ستصدر بيانا رسميا وتكشف حقيقة اتفاقها مع يوسف بليلي، أم تتراجع وتغلق الملف؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد يوسف بليلي وميركاتو مولودية الجزائر.